هذه القصة ينقلها أحد خطباء إيران في طهران. هذا الخطيب يقول في أحد مجالسي بطهران، يقول وأنا أريد أصعد أرتقي المنبر أقرأ، يقول وإذا بشاب يحاكيني يقول لي شيخنا أنا أريد أسولف وياك موضوع فدوى أروح لك شيخنا كنت تسمعني. قلت له، يقول الشاب عمره تقريبا 30 سنة، قلت له والله مولانا ما عندي وقت، إذا عندك فد أمر اكتب لي رسالة حتى لو رؤوس أقلام وجيبها لي باكر أنا أقرأها وأنا إن شاء الله أتواصل وياك. يقول اليوم الثاني في المجلس، يقول إجا هذا الشاب جاب لي ورقة، قال لي شيخنا هذه القصة مالتي اطلع عليها. يقول أنا خلصت المجلس رجعت للبيت، يقول قعدت فتحت الرسالة قرأت محتوى قصة هذا الشاب، يقول تأثرت قصة مؤثرة جدا، قلت أنا هذا باكر كون أشوفه. يقول هو مكاتب رقم تليفونه، يقول اتصلت بي اتفقنا على موعد انه نقعد ونسولف انا وياه. يقول اتفقنا، يقول اجاني صعدنا بالسيارة ورحنا. فهذا الشاب اول ما شافني قال لي شيخنا باوع لي شو تشوفني انا شنو؟ قلت له شو اشوفك انا؟ هو مو اعلم الغيب، انا اشوفك شاب مهذب لطيف عليك سماء الإيمان والخدمة. يقول هو بكى الشاب، خلي بالك يمي في دور لك. يقول هو بكى الشاب، قال لي شيخنا خلنا نقص لك قصتي. يقول أول ما بدأ الحديث معي، هذا الشاب يقول لطم وجهه صرخ يا زهراء. هذا الشاب يقول أنا تفاجأت، رأسا شكله تغير، لطم وجهه وصرخ يا زهراء. قال لي شيخنا شو أسولف لك أنا؟ هذا الشاب قال له أنا شيخنا اختصر لك سالفتي، أنا أقل ذنب أسوي إنه يوميا أقتل أمي وأبوي. قال أقل ذنب أسوي إنه يوميا أقتل أمي وأبوي، أضربهم أهينهم قدام الناس. يقول انسرد بقصته ظل يسولف لي. قال له أنا شاب عاطل عن العمل، لا أخلاق لا تربية لا غيره، عاق لوالدي. يقول عندي أصدقائي يجلس سامع منحرفين مثله. يقول عندنا مأجرين شقة نعمل بها جميع المعاصي. شنو يجي بذهنك شيخنا؟ قال له نعمل بها جميع المعاصي، من شرب خمر، من زنا، من غيره. قال له شيخنا ذاك اليوم صادف محرم، مستمرين احنا على سجيتنا بالمعاصي. يقول له ليلة 10 من محرم، قال له اجيت اني ادق التليفون على اصدقائي ما حد يشيل التليفون. قلت خلنا اروح للشقة. يقول جيت للشقة ما لقيت احد، لان الوادم يقول ملتهية لابسة سواد وغيره، ما اعرف على شنو. يقول لي انا عندي فكرة واصدقائي عنده فكرة انه قضية الامام الحسين قبيلتين عربيتين تقاتلا فيما بعضهم، احنا شلنا غرض ناس فرس، هيك عنده قضية الامام الحسين كان. فيقول ما لقيت اصدقائي. يقول شغل سيارتي رحت افتر بالشوارع. يقول وانا امشي صادفت بنية شابة وقورة جاي تمشي. يقول طبقت عليه السيارة، قلت له انا بخدمتك وانا وصلت، انت رايحة وين مثلا؟ قلت له شكرا اخوي انا رايح للحسينية. هو اصلا مو يم القضية. يقول انا رأسا الشيطان لعب راسي، قلت له تفضل انا وصلت الحسينية. يقول صعدت، بس صعدت فريتها وين للشقة. يقول البنية خافت ترجف، ظلت تصرخ
يقول وصلنا لباب الشقة، يقول نزلتها جوا، يقول صارت يعني شلون فد مدافع بيناتنا. قالت لي انت شنو من بشر؟ ليلة 10 من محرم، ليلة ينقتل الحسين، تعرف شنو ينقتل الحسين؟ قال انا مالي غرض، قبيلتين تعاركوا بيناتهم عربيتين، احنا شلنا غرض. قالت له الحسين ابن علي ابن فاطمة ينقتل الليلة، انت وين عايش؟ قال انا مالي غرض. قالت له زين ارد اسألك بالله ورسوله، انت ما عندك غيرة؟ قال لا ما عندي غيرة. قالت له زين لحظة واحدة لمرة واحدة، انا بنت الزهراء، انا امي فاطمة، انا علوية، استحي لمرة واحدة من فاطمة الزهراء وابتعد عني. قال لا شنو فاطمة الزهراء؟ مش اللي غلط بالزهراء، انا لقيتك بالشارع. قالت له لمرة واحدة، لمرة واحدة خلي املك بالزهراء سلام الله تعالى عليها، هي اللي تاخذ بايدك وهي اللي تنتشلك من واقعك هذا. قال لا ما. قالت له زين انتم يقولون يجل السامع اللي منحرفين عندهم غيرة، انت ما عندك غيرة من المنحرفين؟ قال لا طبعا عندي غيرة. قالت له زين بس اليوم، بس هاي اللحظة اريد منك غيرة، زين ولمولاتي فاطمة الزهراء موقف، يقول راح اسوي هذا الموقف لمولاتي الزهراء، خلنا نشوف تاخذ بيدك لو لا. هنا تحسس من حكايته. قالت له انت عندك غيرة لو لا؟ قضية المنحرفين. ضاج هو، قال له يلا امشينا خلنا نشوف الزهراء مالتك توقف لي لو لا، راح اسويها لله، يلا صعد. يقول يسولف بعد للشيخ، يقول صعدتها بالسيارة وديتها للحسينية، نزلت البنية ظلت تبكي، حاجتها من ورا الجامع. قالت له اخويا جزاك الله خير ما مسيت عفتي، اريد من امي الزهراء تاخذ بيدك، بس هاي اقول لك في مال لا. راحت. خلنا نسمع دموعك، خلنا نسمع دموعك. عندنا ذنوب مولاتي فاهم. المونتاج جعفر مهلس. ذنوب ام الحسن، ما عندنا جار غيركم. رجع هذا الشاب، رجع متأذي من نفسه، شنو صار؟ شنو ليش الناس تكرهني؟ ليش انا ما اعرف شنو عاشوراء؟ ليش الناس ملتهية بالحسينيات، ملتهية بالطبخ باللطم؟ رجع وين؟ رجع البيت، اهله لبيتهم. رجع طاب لقى ما حد بالبيت، امه وابوه واخوته واخواته رايحين للحسينيات، اكو حسينيه بصفهم، اكو بوكي بصفهم. قال هسه الواد الملتهية تلطم وتبكي، انا شماني. قعد ذم لابسه، شغل التلفزيون. ايش طلع بالتلفزيون؟ طلع التلفزيون شاشة مقسومة نصين، نقل مباشر، نصف ينقل ضريح مولانا ابي عبد الله الحسين، شلون الانارة حمراء وشلون الوادم لابسه احمر واسود وتلطم وابيض. النصف الثاني البث على بين الحرمين. هذا يباوع مذهول، يباوع اكو مظاهر ومناظر تشابيه، وقعت عيونه على التشابيه مال الشمر واعوانه لعنة الله عليهم، شلون لابسين احمر وضخمين يجرون بالاطفال ويضربونهم بالسيارة. ظل يبكي. قال هذول ايش سووا؟ اتأذى هو، راجع ذكرياته. قال هاي اذا انا اباوع تأذيت، شلون مولاتي فاطمة من نشوفهم؟ ظل يبكي. قعد على القاع معصور قلبه وما حد يمه بالبيت، ذب همومه، ظل يصرخ الوحده ويبكي ساعات، يصرخ يبكي الى ان نصف الليل بعد ليلة 10 انفتح الباب واذا بأمه وابوه واخوته. اول ما طبت امه وقعت انظارها عليه، هو الولد اسمه رضا، وقعت انظارها عليه، انظارها وقعت على رضا. قالت له يما رضا وين كنت؟ ما شايفته هي، بس نظراتها وحكيها باستغراب، شافت عيونه حمراء. قالت له يما رضا وين كنت انت؟ قال لها ليش؟ قالت له يما شم بيك ريحة الحسين.
قالت له يما رضا قالت له يما رضا اشم بيك ريحة الزهراء. يما وين كنت انت شو مسوي؟ هنا نهار رضا وقع على اقدام امه وابوه يقبل بيهم ويصرخ انا مقصر وياكم، انا مصخم، انا ملطم. قالوا ما اريدكم تدعوا لي، يما ابوي ادعوا لي، انا بعد مو رضا الاولي، انا توني فتحت عيوني. بكوا العائله كلها بكت. الصبح يقولون قعد من غبشه. قعد من غبشه دور له قميص اسود، ما عنده قميص اسود، هو لبس مال ابوه قميص اسود وعيونه حمر ما تريق. راح الموكب بصفهم، موكب معروف زين، هو سمعته سيئة، هو عنده ذنوب، عنده معاصي، بس هو توكل قال اريد انا اعتمد للحظة واحدة على مولاتي فاطمة. راح ابو الموكب سبحان الله اول ما شافه قال له تعال حبيبي رضا، تعال حبيبي رضا تعال. قال هذا زنجيل، خوش زنجيل هذا، والطم اليوم الحسين. قال له الطم ولك انت ما لاطم عمرك كله ولك الطم. هذا خطيه هم بحرقة قلب يلطم ويصيح حسين حسين يا فاطمة باوعي لي اريد منك الصلح، مولاتي اعتمدت عليك مرة واحدة، مولاتي يلطم من كل حين. هنا شوفوا التفاتة مولاتي فاطمة، يقول بس خلص مراسيم العزاء ظهر المقتل غيره، اجا ابو الموكب شوف الطاف مولاتي فاطمة لمرة واحدة. قال له تعال 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 رضا حبيبي تعال، باوع على هيك باوع على شكله. قال له حبيبي رضا تروح الكربلاء، هو بطاران لا جواز عنده ولا غيره، هو وينه وين كربلاء. قال له حبيبي رضا تروح الكربلاء. هذا وجه يسولف للشيخ يقول له انا من سمعت كربلاء ما اعرف شنو صار بي. قال له انا اروح الكربلاء يعني انا اوصل للحسين؟ قال له ايه ليش ما تروح انا اخذك. قال له ما عندي لا جواز لا فلوس، بس وانا ما استاهل اوصل الكربلاء. قال له الجواز انا اطلع لك والكروه والفيزا علي وتمشي وياي. يقول له شيخنا، يقول له شيخنا تصدق، هو يسولف للخطيب يقول له شيخنا يصدق قبل 20 صفر انا بين الحرمين، بين الحرمين انا ازور زيارة ال40. شيخنا تصدق انت؟ قال له احنا بين الحرمين ابو الموكب. قال له ها رضا نروح ندخل للضريح. قال له لا اريد اطب بوحدي. خلى الوادم تروح طبعا على ضريح الامام الحسين، شاف الضريح، شاف الذهب، شاف الاناره الحمراء ايام الاربعينيه. صرخ صرخه حسين بس مو مثلي ومثلك، صرخ حسين ابا عبد الله ايش تردون تسوون بقلبي؟ انت ومولاتي فاطمه مره اعتمدت واتكلت على مولاتي فاطمه، صلحتني وخليتني الطم وخليتني اعرف الله، النوم جبتني يمك ما صار ايام وخليتني ازور زيارة ال40 ابو علي. مولاتي فاطمة شنو سويت بي؟ ترديني اموت؟ شنو هالرحمة، شنو هالعطف، شنو هالرافة مولاتي. يقول زرت وكملت وغيره. من رجعنا يقول له انا اختلفت فوق حدر تغيرت. قال له ايام مرت شهر شهرين، ابو الموكب هو حمله دار. يقول خابرني قال لي تعال رضا تعال عندي شغله وياك. اجيت قال لي رضا حضر نفسك بهذا الاسبوع نروح عمره المكه وللبقيع، انت مو تريد تزور الزهراء؟ انت مو تقول عندي علاقه بيها؟ قلت له انا اروح
اروح المكة والبقيع ازور المدينة والبقيع ازور قبر الزهراء. انا قال له ايه انت ليش؟ قال له واحد من الخدمة مالتي مال الحملة مريض وتطول قضيته، فانا شفتك انت تخدمني وياي. يقول رحت، شوف الطاف مولاتي فاطمة، يقول رحت، اول ما رحت للبقيع، قال سيدتي مولاتي اشم عطر قبرك حتى لو ما اندل. مولاتي شنو سويت بي؟ مرة واحدة اعتمدت عليك مولاتي فاطمة، انا مقصر، مولاتي فاطمة انا عاصي، شنو الرأفة مولاتي؟ يقول له اعتمرنا وغيره ورجعنا. قال له قبل لا تنتهي السنة من واقعة ليلة العاشر، يقول طلع تعيين اتوظف باوع، اتوظف بركات مولاتي فاطمة. قال له شيخنا توظفت، مرت السنة الثانية سنتين، يقول اجتني والدتي، طبعا سمعته صارت بالمنطقة لطيفة، خادم للحسين، ظل يسمونه خادم للحسين، زاير للحسين. التوزيع الشبكي جعفر مهلي السماوي. اجت لأمه قالت لي مرضى انت اختلفت والله وفقك والزهراء انطتك امرادك واهتديت والله رضى عليك وتوظفت، يما ما زوجك؟ قال لها يما كيفك زوجيني ما عندي مشكله. قالت له انا راح ادور لك هنا الطامه الكبرى هنا يا زهراء. يقول له ايام اجتني والدتي قالت لي يما رضا حضر روحك نروح نخطب، لقيت لك بنيه شابه عفيفه من عائله طيبه، امشي وياي. يقول رحنا انا ووالدي وذوي، رحنا وين؟ لبيت العروس. يقول قعدنا، يقول اول ما قعدنا صار الحديث وغيره. ابو العروس قال لي بابا رضا تعال مرخصتك، يقول اخذني طببني باحد غرف البيت. قال لي بابا رضا باوع، شوف الطاف اهل البيت سلام الله تعالى عليهم. قال له بابا رضا انا اعرف ماضيك، انا سالت عليك قبل لا تجون، من اجيتوا انا سالت عليك، اعرفك شنو كنت، شنو شغلك، شو تسوي، شنو من بشر، واعرف انت متغير صار لك سنتين، بس انا هذا كله ما يهمني الماضي، يهمني انت الان خادم للحسين. قال له بابا رضا بنتي الوحيده عزيزه عندي، مربيها بدموع عيوني، ثمرة فؤادي، راح انطيك اياها بس تحافظ عليها وتبقى خادم للحسين، ما لي غرض بالماضي، تبقى خادم للحسين. يقول شو بقني وظل يبكي، شوف الطاف اهل البيت. قلت له عم ادعي لي انه ابقى خادم للحسين. يقول رجعنا قعدنا، يقول ابو العروس صح للبنيه العروس، قالها تعاي بابا جيب العصير او الشربت. من اجت البنيه اول ما حطت العصير الوالدي وغيره، يقول من وصلت لي حطت العصير باوعت بوجهي، يقول طاحت الصينيه من ايده وصرخت يا زهراء. يقول ظلت ترجف البنيه وتبكي. يقول ركض الصوب غرفته، على ما وصلت الغرفة طاحت الغمى عليها هاي البنيه. يقول ركض ابويا وامي واهل البنيه شالوها دخلوها بغرفتها. يقول صار صريخ بداخل الغرفه، كلها صيح يا زهراء يا زهراء. يقول انا استحي لا اقدر ادخل، زين البنيه شنو صار بيها؟ يقول صحت عليها يمه صحت على امها. يقول اجتني امي وتبكي. يقول قلت لها شنو القضيه شنو صار؟ قالت لي شنو صار؟ هاي البنيه تعرف شنو جاي تقول؟ يقول تقول لي خاله البارحة بعالم الرؤية اجتني فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. انت عرفتها يا بنياي؟ عرفتها؟ تقول له هاي البنية تقول البارحة جتني فاطمة الزهراء بالمنام، جايبة بيدها صورة قالت لي بنتي باكر راح يجي خادم لوليد الحسين، هذا كان عاصي ومؤذي اهله ومؤذي الوادي،
ومذي روحه، بس هو صار خادم لوليد الحسين. يما لا ترديني، انا اللي اخطب له، انا صورته انا اللي اخطب له. يعني انتم تفتهمون شنو وصلت المرحلة ان مولاتي فاطمة تخطب لهذا الشاب اللي خدم للحسين. يا زهراء يا زهراء